السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيجيلي في السيشنز كتير شباب صغير، سواء ولاد أو بنات، بيشتكولي إنه أهلهم شايفينهم مش كويسين، أو بيقولوا لهم كلام صعب، أو يعني نظرتهم ليهم سيئة، كلامهم ليهم سلبي، سواء عن شكل جسمهم أو عن طريقتهم في الحياة، أو عن الكليات دخلوها، أو أي حاجة من دي. هو أنا جاية النهاردة أقول هو أنا مين؟ يعني أنا كبشري، أنا مين؟ علشان أعرف هو أنا المفروض أخد صورتي عن نفسي، سواء يعني صورتي الذاتية عن نفسي، أو تقديري لنفسي كإنسان، أخده من مين؟ هل ينفع أخده من أهلي، من كلامهم، سواء حتى لو إيجابي أو سلبي، ولا المفروض أنا أعرف نفسي منين؟ فتعالى بقى نعرف مع بعض أنت مين. أنت البشري اللي ربنا خلقك واداك أول تكريم، إنه اداك نفخة من روحه الشريفة، وتاني تكريم ليك إنه أسجد لك الملائكة في هيئة سيدنا آدم. سيدنا آدم سجدت له الملائكة لأنه هو أبو البشر، فالملائكة سجدت لجميع بني البشر في صورة أو هيئة سيدنا آدم. ده تكريم ليك يا بشري، من قبل ما تعرف ماما أو بابا بيقولوا عنك إيه. الحاجة التانية، ربنا قبل ما يخلق السماوات خلق الأرض، وخلق كل حاجة فيها لحضرتك. والكلام ده مش كلامي، ده كله من القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لمين؟ لكم. لكم اللي هي مين؟ بين قوسين، أنتم أيها البشر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل حاجة موجودة على الأرض جاية عشان خاطرك انت يا بشري. مش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى سخر ليك كل حاجة. يعني ايه؟ يعني ربنا لما يقول وسخر لكم الشمس والقمر، القمر اللي بيطلع بالليل ده مش طالع عشان هو عايز يطلع يعني، ولا عشان ده مداره، ولا عشان شكله حلو، ولا عشان ينور. هو طالع علشان خاطرك انت يا بشر. هو طالع علشان الحسابات اللي احنا بنعملها بالقمر، والشهور القمرية، وعشان تعرف بداية الشهر سواء رمضان أو غيره، وعلشان تعرف وقت الحج ووقت العمرة، وعلشان ينور لك بالليل لو انت ماشي في شارع ضلمة والنور بتاع القمر موجود، وعشان والشمس اللي بتطلع الصبح عشان تنور لك الدنيا وتديك طاقة إيجابية وتدفي لك الجو. كل ده علشانك، خاطر انت بس يا بشري. ربنا لما يقول لك وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لمين يا رب؟ لكم. لكم انت. انت يا بشري، ربنا سخر لك الليل عشان تنام، عشان ترتاح، عشان تهدى. وسخر لكم الليل والنهار. النهار بقى قوم، في شمس جميلة هتدفيك، في وقت حلو ونور جميل الصبح، وفي طاقة إيجابية، فتلاقي نفسك قايم الصبح كده فايق، وعايز تنزل تشوف شغلك، وبتتكلم مع الناس، وبتعمل لقاءات، وبتروح مؤتمرات، او بتروح مثلا الكلية اللي وراك. حاجة عظمة. كل ده عشان مين؟ مش عشان الجن على فكرة، مش عشان الملائكة، مش عشان الحيوانات. ده ربنا خلق الحيوانات عشان تسلي بني آدم. يعني خلقت الحيوانات اللي حواليك دي، اللي بتمشي في كل حتة، وانت ساعات تاخدها البيت تربيها، او تروح جنينة الحيوانات تتفرج عليها، او تروح الغابات تأكلها او تتفرج عليها. كل ده عشان يسلي بني البشر. عمركم شفتوا إله جميل كده؟ كل ده عامله علشانك انت يا بشري. النجوم دي، خلق النجوم عشان نهتدي بيها في البر والبحر. ربنا خلق البحار والأنهار علشانك. أولا اصطاد، خد منها سمك وأنواع رهيبة من الكائنات البحرية، وكل واتغذى وافرح. نمرة اتنين، خلى جواها اللؤلؤ والمرجان علشان السيدات من بني البشر تتزين. نمرة تلاتة، جعل المية جميلة ومنعشة في الصيف، بنروح ونبلبط ونفرح عشان يمتعك يا بشري. نمرة أربعة، عمل لك الأنهار دي والمحيطات، مع إنها مية بس تشيلك، تشيلك في الفلك،
تشيلك في السفينة وتسفرك من مكان لمكان عشان تروح وتتفرج على أماكن ربنا سبحانه وتعالى، أو تشتغل في أماكن بره، أو تروح تجيب استثمارات من بره، أو تعمل أي حاجة. المهم إن أنت استفدت بالمية في البحر، إنها نقلتك. كل ده معمول عشانك. ده من بره بس، ده الكون اللي حواليك. تعالى بقى شوف انت داخلك ايه. انت داخلك نفس بشرية فيها كمية قدرات ومواهب رهيبة، انت عايش على 1% منها بس. انت اللي ما بتكتشفهاش، انت اللي ما عندكش وقت تعرفها ولا تقعد معاها وتسمعها. جعلك مشاعر داخلية علشان وقت ما تتضايق تخرج المشاعر دي، وقت ما تفرح تطلع المشاعر دي، وقت ما تحزن ما تفضلش جواك عشان ما تعملكش اكتئاب وتموتك، لا طلعها وعيش بانبساط. وحتى لو حزنت تبقى بتفرغ مشاعرك بالراحة. جعل لك عقل رهيب. العقل البشري عنده قدرات هائلة من حل الأمور، انت اللي بتستعملوش على فكرة، انت اللي حاطه على جنب وبتبص للمشكلة وتقعد فيها وبس. ربنا جعل لك عقل باطن عامل زي السكرينات بتاعة الموبايل، عنده فيها كل حاجة متسيفة عنده من أول ما اتولدت لحد ما هتموت، عشان لو احتجت أي حاجة تجيبها من المخزن يجيبها لك ويوري لك السكرينة تنفعك عشان يفكرك بحاجة في الامتحان، ولا يفكرك بموقف معين، ولا حتى يفكرك بذكرى حلوة عشتها. كل ده جواك وخلق لك كل العظمة اللي حواليك، وانت في الاخر سايب كل ده ورايح تاخد كلمتين من بابا ولا من ماما ولا من عمه ولا من حد من اهلك عشان تعرف انت مين. لا سيبك من كلامهم خالص بقى. انت حاجة عظيمة، انت حاجة رائعة، انت خلق الله. انت ربنا جعل لك الدنيا دي كلها عشانك انت. انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك وكرمك، وكمان اهداك يوم القيامة جنة اعدت للمتقين. من قبل ما يخلقك وهو محضرها ومخليها جاهزة، وعامل لك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا سبحانه وتعالى عايز يمتعنا سواء في الدنيا بنعيم الدنيا أو في الآخرة بنعيم الآخرة. ربنا خلقك عشان يبسطك ويفرحك، ما خلقكش عشان يعذبك. ربنا خلقك علشان تعبده بحب. انت ربنا بيحبك عشان كده خلقك. مش خلقك بس عشان العبادة، خلقك عشان تكتشف نفسك، وخلقك علشان تعيش نعيم الدنيا، وخلقك علشان تمشي في الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا، واتفرج على جمال الدنيا والطبيعة، واعمل تخاطر جميع المخلوقات، واقعد شوف جمال وروعة الطبيعة وخلق الله فيها اللي عمله أصلا عشان يمتعك ويبسطك. بجد انتوا لازم تعرفوا قيمتكم من رب العالمين. اوعوا تعرفوا قيمتكم من الناس اللي حواليكوا، لانهم للاسف هم كمان مش عارفين قيمتهم، فبيدمروكوا قبل ما يدمروا انفسهم.